لو حبايب شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. رجعت وياكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي مندي دجاج. هنا عندي نص دجاجة، وعندي بصرة 2، ورق غار، بصلاية وحدة قطعتها 4 قطع. هسه راح اخليهم النار، وراح اخلي المي عليهم لحد ما تقريبا تتغطى الدجاجة، لانه ما اريد مية هواية، بس على قد انه نص تستوي يعني. والمي نفسها مالتها راح اطبخ بيه التمن. ابقوا وياي. ونسيت اقول لكم نحتاج زيت زيتون، همين راح اخلي فوق الخلطة كيف الواحد يعني ايش قد ما يريد يخلي. هاي خباطتهم، بس بقى اخلي هذا الملون مال الاكل. وهاي انسلقت هسه تقريبا الدجاجة على النص. هسه شنو راح ابدي اخلي التتبيلة عليها. راح اخليها بالفرشة حتى ما يصير لون بايدي. راح اتبلها كليتها وجه وقفة وارجع لكم. هسه شنو اجيت راح اسوي، افتح اليدات مال الجدرية، لانه ما عندي جدرية يعني بدون يدات او يداتها ستيل، بس هذه ويداتها بلاستيك. راح افتحها لانه هاي راح تدخل بالفرن. هنا فتحت اليدات مال الجدر وخليت شوية زيت، وما راح اطبخ التمن نص بنص. اكو ناس تطبخها نص على الطباخ ونص بالفرن، بس اني لانه كمية كلش قليلة ايش راح اسوي؟ راح اطبخها هنا، بس ينشف الماي مالته راح اخليه بالفرن. وهنا عندي هاي البهارات للتمن: بصرة، هيل، قرنفل، قرفة، ماجي، ملح ما راح اخليه لانه اني راح اخلي مي الدجاج. هنا هاي مي الدجاج صفيته وراح اخليه للتمن، راح اطبخ بيه التمن. هنا خليتهم طبعا هاي المبصرة زرفتها. واكو ناس يخلون هذا المصفي اللي يخلون بيه الشغلات يعني الكبار، زين يعني الصحيح هم المطحونة، بس انا ما عندي هذا فخليتهم هيجي وعادي. من نكمل يعني من يستوي التمن اطلعهم. والتمن قلاصين بسمتي، زين. وهاي خليت له مي الدجاج، راح اعوفه بس شوية ينشف الماي مالته راح اشيله من الطباخ. هاي هنا نشف الماي مال التمن وطفيته. هسه ايش سويت؟ هنا عندي هذا صبغ اللوزينة، راح اخليه على نص الجدر. بعد شلون صار؟ يلا المهم الفكرة يعني. وهنا النص الثاني شنو راح اخلي عليه؟ راح اخلي عليه لون احمر، زين. وراح اعوفهم. هسه شنو راح اخلي؟ باعوا السيليفون وين حاطته اني لي فوق بالورا كوكايه، صعدته هنا على مود ما تمد ايدها وتعقجه. هسه راح اراويكم شلون راح اسويه. هاي هنا حطيت السيليفون وشوي سويته يعني غميج مثل ما تشوفون. هنا راح ازرفه بهاي العوده مال الاسنان، زين. راح ازرفها كليته وارجع لكم لانه دا اصور اني بايدي ما اقدر اوقف التليفون. هاي هنا نزرفته مثل ما تشوفون. وراح اجيب طبقة ثانية اخليها فوقها لانه الدجاجة ثقيلة وعلى مود يتحملها السيليفون، زين. وهذا اكو يمي مخرج دا يخرب. هاي خليت طبقة ثانية، وهمينة راح ابدي همينة ازرفها كليتها وارجع لكم. زرفتها كليتها. هسه شنو راح اخليه؟ ورق زبده، لانه ما يصير نخلي راسا الاكل فوق هذا السيليفون او ورق القصطير. راح اخلي عليه هاي ورق الزبده، وهمين راح ازرفها. زرفت الورق الزبده وخليت فوقها الدجاجه. راح ارجع اغلفها مره ثانيه بورق زبده وبعدين بورق القصطير او السيليفون وارجع لكم. هاي هنا غلفته، رجعت مرة ثانية همين غلفته بالسيليفون ورا ما كملت الدجاجة، زين. هسه راح ادخله بالفرن لمدة نص ساعة، وراح اخليه على الطبقة الفوق لانه الجوه
عادي يعني هو التمن يعني بس يتهدر، نشف الماي مالته بس اهم شيء. والدجاجه هم تقريبا مستويه على النص بس تاخذ لون. وهنا كمل عندنا الدجاج، وهنا حضرت فحمايه هسه بس راح اشيلها حتى اخليها فوق التمن حتى اخلي لهم الفحم. وهنا هم التمن صاير جاهز، نشيل النبصرة من عنده. نحاول بس هيك يعني هيك نسوي، اشيل هاي القرفة هم من عنده، راح اشيل وارجع لكم. هنا هاي الدجاجة كملت. هنا عندي هاي هيك سويت من السيليفون، راح اخليها هنا، راح اخليه هسه هاي الفحماية هنا. وهاي هنا عندي زيت راح ادير فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح اغطيهم حتى ياخذون طعم الفحم التمن والدجاج. راح اخليهم على نار هادئة كلش. وهاي حبايبي صار جاهز المندي. هاي هنا انا زينته بصل وفلفل، انتم بكيفكم شو تريدون تزينوه، اني هيك عجبني. والمندي صار جاهز، وسهمكم الف الف عافية وعاشت ايدي. وجربوا الطريقة واكتبوا لي بالكومنتات. انتظروني فيديوهات جديدة.